صباح الخير، تحياتي ليكم أصدقائي المتابعين الكرام. يا رب يكون يومكم جميل وكل أيامكم سعيدة. في الحقيقة يا جماعة الترند بتاع حسين الشحات ده غلب الفورتيكا بتاعت الفرح، اللي هي صاحبة الفستان الأزرق اللي رقصت وهزت في الفرح. يعني أنا الحقيقة معجب جدا بالشعب المصري، إن هو فعلا شعب محترم بكل طوائفه وبكل فئاته. الغني والفقير، المسلم والمسيحي، كل الناس الحقيقة يعني. لان ده يعني ده المعدن بتاعنا الحقيقي، ان احنا بنبان ومميزين الغلط غلط والصح صح، وده مش موجود في اي حتة في العالم، خلي بالكوا والله، غير في مصر. دي حاجة. الحاجة التانية، ماشي خلاص كلنا اتكلمنا الحمد لله وقلنا ان الراجل ده غلطان ولازم يتعاقب كرويا، بس ما تدمرش مستقبله الحقيقة يعني هيبقى شيء صعب ومهين جدا، وخصوصا ان في اخبار واصلة من كذا مصدر ان الكابتن الكبير بيبو هيقعد مع مجلس الادارة النهاردة وهيدرسوا الاستغناء عن حسين الشحات او اعارته، وهو لسه ماضي معاهم. يعني واضح، خلي بالكم ان الموضوع ده زلزل ادارة النادي الاهلي، وزي ما انا حكيت لكم قبل كده ان هي المسؤولة عن سلوكيات اللعيبة وفشل اللعيبة. وان هي كانت بتشجعهم للاسف في الماضي. حتى لو مش هتشجعهم بالفعل هتشجعهم بالتغاضي، اكنها بتدعمهم ان اللي يضرب يضرب واللي يعمل يعمل. فلعيبه كتيره من النادي الاهلي جالها نوع من انواع الغرور، ولما شافت كمان ان هي اكتر لعيبه ما بتتعاقبش في الدوري المصري، فيلا نعمل بقى اللي احنا عايزينه، نضرب اللي نضربه، ده احنا اساطير. بس الاساطير الحقيقيه في الاخلاق وفي التربيه وفي الاحترام وفي التقدير وفي الذوق، ده اللي احنا كلنا كشعب مصري مؤمنين بيه. فعشان كده انا بقول لكم الف مليون تحية للشعب المصري المحترم المخلص. ولكن والله صدقوني يا جماعة، ما نذبحش بني ادم في اكل عيشه ابدا. يعني ماشي غلط يتعاقب، لان ربنا كمان اللي هو من فوق 7 سماوات بيسامحنا كلنا، ياخد عقابه ان شاء الله يا رب، يلعب ما يلعبش موسم كامل. انا مع اشد العقاب، لان لما هتدي الواحد عقابه وتديله خبط على دماغه كويس جدا، هتلاقي كل الناس احترمت نفسها. لكن ان انا اخليه يعتزل كرة القدم، او ان انا ارفده من النادي الاهلي، ولا اعيره بره مصر، لا الموضوع يعني بصراحة خد اكبر من حجمه، كبير قوي قوي. وانا قلت لكم في الاول ان ده ترند، يعني انا ما شفتوش من فترة طويلة قوي قوي. عدى ترندات كتيرة قوي، اكن اسرائيل ضربت فلسطين. يعني اسرائيل لما بتضرب فلسطين احنا ما بنشوفش حد يتكلم بالكترة دي قوي قوي قوي. يعني سبحان الله، انا بحيي فعلا ان الجميع كله تكاتف، وان ده بيبين فعلا معدن الشعب المصري. بنضرب له الف سلام والف تحية، تحياتي ليكم كلكم، ويا رب تكونوا بخير. اخوكم حسام، الكرة مع حس. ما تنسوش الاشتراك ولايك للقناة وللبيج بتاعتي. سلام عليكم.